في هدوء الليل لما كل حاجة بتهدى والأصوات بتختفي، تسمع فجأة صوت خطوات على السلم أو في أوضتك. تقوم تبص تلاقي مفيش حد، النور يطفي لوحده، الباب يتفتح ويتقفل، حاجات بتتحرك من مكانها، وتبدأ تسأل نفسك: هو أنا تخيلت ولا في حد أو حاجة معايا في البيت؟ النهاردة هنغوص سوا في عالم من الغموض والرعب، في ظاهرة حيرت العلماء وخوفت ناس وخلت ناس تسيب بيوتها وتمشي. البيوت المسكونة، هل هي مجرد خرافات ولا في أسرار فعلا مستخبية ورا الحيطان؟ ومن زاوية مختلفة هنشوف الحقيقة فين، وهل فعلا في ما يسمى بسكان الظل؟ نبدأ رحلتنا على بركة الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا نبدأ. يعني إيه بيت مسكون؟ لما بنسمع مصطلح بيت مسكون أول حاجة بتيجي في بالنا هي الأشباح أو الجن، لكن هو فعلا الموضوع كده؟ ولا الكلمة دي بتتقال على أي مكان بتحصل فيه حاجات غريبة ومش مفهومة؟ البيوت المسكونة هي أماكن بيتقال إنها فيها نشاط غير طبيعي، أصوات، تحركات، ظهورات، ناس بتوصف إنها شافت خيالات أو سمعت همسات أو حست بحضور غريب. بس الناس بيقولوا إن البيوت دي بيكون فيها أرواح معلقة زي ما الأفلام بتقول، لكن تعال نبص على الزاوية المختلفة شوية. ممكن يكون في تفسير علمي للموضوع زي تأثيرات نفسية أو حتى تغيرات في المجال الكهرومغناطيسي، ولا ممكن يكون فعلا نوع من الكائنات الغير مرئية زي ما بيتقال في بعض التفسيرات الدينية. خلينا نكمل الرحلة ونشوف قصص حصلت فعلا، ونسمع حكايات ناس عاشوا الرعب ده لحظة بلحظة. أشهر البيوت المسكونة في العالم. في بيوت اتشهرت على مستوى العالم بسبب الظواهر الغريبة اللي بتحصل فيها، وناس كتير حاولت تدخل وتوثق، وفيه اللي هرب وفيه اللي لسه لحد دلوقتي بيحكي عن الرعب اللي شافه. منزل أماتيفيل في أمريكا ده يمكن أكتر بيت اتكتب عنه كتب واتعملت عنه أفلام. في سنة 1974 حصلت جريمة قتل بشعة في البيت ده، وبعدها بمدة عيلة جديدة نقلت تسكن هناك، ومن أول أسبوع بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، حاجات بتتحرك لوحدها، ريحة كريهة بتنتشر في البيت فجأة. البنت الصغيرة كانت بتقول إنها بتكلم صديقة خفية، ووشوش بتظهر على الحيطان. العيلة كلها هربت بعد 28 يوم بس، وقالوا إنهم حسوا إن في حاجة بتحاول تطردهم من البيت. قصر رامزي، القصر ده بيتقال إنه من أكتر الأماكن المسكونة في إنجلترا. ناس كتير شافوا فيه السيدة الرمادية، شبح لست كانت خادمة في القصر واتقتلت فيه زمان. في شهود عيان قالوا إنهم شافوها ماشية في الممرات، وفيه اللي حسوا بلمسة على كتفهم وهم لوحدهم. منزل عائلة بيرون، العيلة دي لما سكنت البيت بدأت تحصل معاهم حاجات مخيفة. السراير بتتهز لوحدها، الحاجات بتطير في الهواء، أصوات خبط على الحيطان، والبنات كانوا بيصحوا من النوم وعليهم علامات غريبة على جسمهم. الموضوع وصل إنهم استدعوا محققين في الظواهر الخارقة علشان يساعدوهم، لكن البيوت دي بتجمعها حاجة واحدة، إن الظواهر الغريبة مش دايما بتكون متوقعة، ومش دايما في تفسير واضح ليها. بس يا ترى ده كله خرافات ولا فعلا في تجارب ناس شافوا حاجات بعيونهم؟ تعالوا نسمع بنفسنا تجارب ناس عاشوا في بيوت مرعبة. أحمد من المنوفية. أحمد بيقول إنه سكن هو وعيلته في بيت قديم، وكان دايما يحس إن في حد بيراقبه، خصوصا في أوضة النوم. بيقول
كنت بصحى كل يوم في نفس الوقت 3 الفجر، أسمع صوت همس جاي من الركن. مرة فتحت النور بسرعة، لقيت الدولاب مفتوح لوحده والهدوم مرمية على الأرض. أهله كانوا بيشكوا فيه إنه بيتوههم، لكن بعد كده والدته بدأت تشوف حاجات. كانت تقول أنا سمعت صوت خطوات وكنت فاكرة حد من ولادي صحي، لكن محدش كان صاحي أصلا. نجلاء من الشرقية. نجلاء كانت بتسكن مع جدتها في بيت ريفي قديم. بتقول البيت كان هادي جدا، لكن فيه ممر ضلمة دايما، كل اللي يعدي منه يحس بقشعريرة. في مرة وأنا داخلة الحمام حسيت بحاجة تعدي ورايا بسرعة. بصيت ورايا مفيش حد، لكن صوت التنفس كان لسه موجود. نجلاء بتقول إن جدتها كانت دايما تقول لهم اقرأوا المعوذتين قبل ما تناموا، البيت ده ليه تاريخ. التجارب كتير وكل واحد ليه حكايته، بس هل في تفسير منطقي لكل ده؟ ولا فيه فعلا حاجة ما وراء الطبيعة بتحصل حوالينا؟ تعالوا ندخل في الجانب العقلي والعلمي شوية. التفسيرات العلمية لظاهرة البيوت المسكونة. العلم دايما بيحاول يلاقي تفسير لكل حاجة، وفي موضوع البيوت المسكونة في علماء كتير اتكلموا عن الظاهرة دي من زوايا مختلفة. الذبذبات التحت سمعية. فيه نوع من الذبذبات الصوتية اللي ما نقدرش نسمعها، لكنها بتأثر على جسم الإنسان. يعني ممكن تحس بخوف أو توتر حتى لو مفيش حاجة قدامك. الذبذبات دي بتتولد أحيانا من الأجهزة الكهربائية أو من حركة الرياح في أماكن معينة من البيت. العالم فيكتاندي لاحظ إن فيه موجة تحت سمعية كانت بتتسبب له في هلوسة خفيفة، وحس كأنه في حد بيراقبه، ولما قاس الذبذبات لقاها فعلا موجودة. التأثير النفسي. العقل البشري ممكن يهيئ لك حاجات مش حقيقية، خصوصا لو دخلت المكان وانت متوقع ان فيه شبح. المخ بيلعب على التوقعات وبيبدأ يفسر اي صوت او حركة بشكل مرعب. زي ما تكون في بيت قديم وتسمع صوت خشب بيزيق، عقلك ممكن يفسره انه خطوات بالرغم انه مجرد تمدد للخشب. المجالات الكهرومغناطيسية. في علماء اكتشفوا ان التعرض المستمر لمجال كهرومغناطيسي قوي ممكن يعمل تأثير على الجهاز العصبي. يعني ممكن يحسسك ان في حاجة حواليك او يخليك تشوف خيالات في طرف عينك. أجهزة البيت او تمديدات الكهرباء القديمة ممكن تعمل المجال ده، وده يفسر ليه الناس بتشتكي من وجود غير مرئي في بيوت معينة. مشاكل بيئية زي وجود فطريات أو عفن في البيت. العفن ده ممكن يسبب هلاوس خفيفة خصوصا في الأماكن المقفولة والقديمة. فاللي بيحصل مش شبح لكنه تأثير بيولوجي على الجسم. لكن رغم كل التفسيرات دي لسه في قصص بتخلي العلماء يسكتوا وما يلاقوش تفسير واضح. في حكايات فيها شهود كتير أو تسجيلات صوتية أو فيديوهات، فهل ده معناه إن في حاجة ما ورائية فعلا؟ ما هو الرأي الديني في هذه الظواهر؟ في الدين الإسلامي ما فيش إنكار لوجود الجن، بل ده شيء مؤكد في القرآن الكريم. لكن الإسلام بيوضح إن ما فيش علاقة مباشرة بين الأرواح والبيوت المسكونة. يعني اللي بيتقال عن أرواح ناس ماتوا ولسه موجودين في البيت ده ملوش أصل في العقيدة. في بعض التفسيرات اللي بتقول إن الجن ممكن يسكن أماكن مهجورة أو نجسة، أو يتلبس أماكن كان فيها معاصي، لكن ده استثناء مش قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نحصن بيوتنا بقراءة سورة البقرة، بذكر الله، بعدم ترك التماثيل أو الصور اللي فيها أرواح، وعدم ترك البيت فاضي من الذكر. وفي الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر،
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. يعني ممكن يكون في أماكن فعلا فيها نوع من التواجد الشيطاني أو الجني، لكن الشرع بيدينا مفاتيح نطرد بيها الحاجات دي. ومن زاوية مختلفة بنلاقي إن التفسير الديني بيكمل التفسير العلمي، وكلهم بيقولوا إن الحل في التحصين وفي عدم الاستسلام للخوف أو الخرافة. بس هل فعلا الطاقة لها علاقة باللي بيحصل؟ في ناس كتير بتتكلم عن ذاكرة الأماكن والطاقة السلبية، وده اللي هنشوفه دلوقتي. هل فعلا الأماكن بتخزن الطاقة؟ فيه نظرية بتقول إن الأماكن ممكن تخزن الطاقات اللي بتتكرر فيها. يعني لو حصلت حادثة عنيفة أو مشاعر قوية زي خوف أو حزن أو غضب في مكان معين، فالمكان ده يفضل مشحون بنفس الطاقة دي لفترة طويلة. والنظريات دي اتكلم عنها ناس من مجالات زي علوم النفس، الباراسيكولوجي، الطاقة الحيوية. ظاهرة ذاكرة المكان. الظاهرة دي بتقول إن المكان ممكن يحتفظ ببعض الأحداث اللي حصلت فيه، وممكن الناس اللي تيجي بعد كده تحس أو حتى تشوف أثر الأحداث دي. ناس بتحكي إنها بتدخل مكان لأول مرة وتحس بخوف مفاجئ أو بانقباض من غير سبب منطقي، وده مش بالضرورة معناه إن فيه جن أو أشباح، لكن ممكن يكون المكان نفسه بيصدر نوع من الطاقة السلبية نتيجة أحداث حصلت زمان. أشهر العلامات اللي بتدل إن البيت مسكون. بعض الناس بيسألوا إزاي نعرف إن في حاجة غلط في البيت؟ هل فيها علامات؟ أيوة، فيها علامات متكررة في كل القصص اللي اتقالت عن بيوت مسكونة. منها أصوات مش مبررة زي خبط على الحيطان، صوت خطوات فوق السقف، أو أبواب بتتقفل وتفتح لوحدها. تغير في حرارة المكان، تحس فجأة ببرودة شديدة في ركن معين من البيت حتى لو الجو عادي في باقي الأوضة. الأحلام الغريبة. الناس اللي بتعيش في بيوت مسكونة غالبا بيحكوا عن كوابيس متكررة أو رؤية نفس الكيان في كل حلم. شعور بوجود حد. الشعور ده أكتر حاجة مرعبة، إنك تكون قاعد لوحدك وتحس إن في عين بتراقبك. تحرك الحاجات من غير سبب، زي إنك تلاقي كرسي يتحرك شوية، أو لمبة تنور وتطفي، أو تلاجة تتفتح فجأة. الحيوانات بتتصرف بغرابة. القطط أو الكلاب ممكن تكون حساسة جدا للطاقة. في كلاب ترفض تدخل أوضة معينة أو تقعد تعوي فجأة. لو كل العلامات دي اجتمعت فالناس بتبدأ تقلق ويدوروا على تفسير أو تحصين. ما هو التحصين من هذه الظواهر؟ سواء التفسير كان علمي أو ديني أو حتى طاقي، في خطوات بسيطة ممكن تحمي بيتك من أي طاقة سلبية أو تأثير خارجي. قراءة سورة البقرة بانتظام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصى. السورة دي ليها تأثير كبير جدا في طرد الشياطين. تشغيل القرآن الكريم. الصوت له طاقة، والقرآن بيصدر ذبذبات إيجابية عالية جدا بتغير جو المكان. تنظيف البيت باستمرار. الأماكن المهجورة واللي فيها فوضى بيبقى فيها طاقة سلبية أسرع. استخدام الروائح الطيبة زي المسك، اللبان، الريحان، كلها ليها تأثير طارد للطاقة السلبية. دخول الشمس والهواء. البيوت اللي مش بيدخلها نور طبيعي بتبقى مكتومة، ومع الوقت ممكن تتراكم فيها طاقة مش طبيعية. الذكر والأذكار اليومية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كل ده بيشكل درع واقي للبيت. هل فيه فعلا بيوت مسكونة ولا كل ده أوهام؟ اللي نقدر نقوله ببساطة إن العالم مليان أسرار، وأكتر الحاجات اللي بتخوفنا مش دايما بيكون لها تفسير واضح. في حاجات بيقدر العلم يشرحها
وحاجات بيشرحها الدين، وحاجات بتفضل غامضة وبتسيبنا نسأل هل في عالم تاني عايش حوالينا واحنا مش شايفينه؟ ويمكن كل بيت مسكون بيخبي وراه حكاية، وحكاية كل بيت بتفتح لنا زاوية مختلفة في فهم الكون والحياة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الرحلة، رحلة خضناها سوا في دهاليز البيوت المسكونة ما بين العلم والدين والتجربة الشخصية. ويمكن اللي سمعته يخليك تبص لبيتك بطريقة تانية، أو على الأقل تبص وراك قبل ما تطفي النور. ما تنساش تشاركنا في التعليقات، هل حصل معاك موقف غريب في بيتك قبل كده؟ أو تعرف حد عايش تجربة مرعبة؟ واوعى تنسى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.